يا صباح الفل. النهاردة هنعمل مع بعض أظبط وصفة ممكن تعملوها للبسبوسة. أنا عارفة قد إيه انتوا حبيتوا وصفة البسبوسة اللي عملناها قبل كده، بس النهاردة هنزود عليها تركة صغيرة هتاخد طعمها في حتة تانية حرفيا. أي حد هيدوقها هيقول لكم إيه السر المرة دي. رهيبة ومرملة وبجد يا جماعة أحلى بكتير من الجاهزة. ولو انتم مبتدئين واول مرة تعملوها هتدخلوا المطبخ وتحضروها بنجاح ومن اول مرة. وتعالوا بقى بينا يا حبايب قلبي نبدأ الوصفة بتاعتنا. احنا هنعمل النهاردة يا بنات نص كيلو من البسبوسة. اول حاجة عندي هنا كوباية الا ربع من اللبن، والكوباية دي عيار 200 ملي. وعليهم بنفس الكوباية كوباية الا ربع من السمنة السايحة. سمنة سايحة مش سمنة سخنة ولا سمنة باردة. يبقى عندي دلوقتي اللبن والسمنة قد بعض. وهنزل عليهم كمان بكوباية من السكر. وكوباية السكر دي مظبوطة جدا جدا، ما تقلقوش منها يا جماعة خالص. وهضيف عليهم كمان معلقتين من عسل جلوكوز. يعتبر عسل الجلوكوز ده يا بنات سر من أسرار الحلوانية، لأن هو اللي بيخلي البسبوسة بتاعتنا متماسكة، هو عسل الجلوكوز. لأن نسبة السكر فيه بتكون قليلة جدا، والحلوانية بيضيفوا منه كميات كبيرة جدا في الحلويات. بتجيبيه من العطار أو من عند أي حد بيبيع مستلزمات الحلويات. هو اللي بيخلي البسبوسة بتاعتنا متماسكة. ولو مش متوفر عندك عسل جلوكوز ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة من عسل النحل أو معلقة كبيرة من الشربات التقيل. وبعد كده رفعت الحلة بتاعتي على نار متوسطة مع التقليب المستمر. ما بتاخدش مني وقت خالص على النار، يدوب بالظبط 3 دقايق عما عسل الجلوكوز والسكر يدوبوا معايا بالشكل ده. وده هيكون شكله ما بقاش فيه أي حبيبات سكر خالص في الخليط زي ما انت شايفين كده. وكده خلاص انا اتأكدت ان عسل الجلوكوز والسكر دابوا معايا. هنزلهم بقى من على النار. بصوا بقى الخطوة التانية دي هنعمل ايه. الخليط اللي احنا عملناه ده اوعي تحط عليه خليط البسبوسة وهو سخن. لازم تقلبي فيه بالشكل ده لحد لما الخليط يبرد معاكي خالص. هقلب الخليط بتاعي كويس جدا جدا، لان الخليط لازم يكون متجانس وفي نفس الوقت بارد. هقلب كويس لان السمنة كده بتكون طافية كده على وش الخليط بتاعنا. هقلب كويس بالشكل ده. وبعد كده هجيب دقيق البسبوسة بتاعنا. انا عندي هنا نص كيلو من دقيق البسبوسة. هفضيه في البولة بتاعتي بالشكل ده. وفي الوقت ده لو انت حابة تضيفي جوز هند ناعم ممكن تضيفي، بس انا النهاردة عاملاها من غير جوز هند. وبعد كده هننزل بالخليط بتاعنا بعد ما برد على دقيق البسبوسة. وهبتدي ان انا اقلبه بالمعلقة كده بالشكل ده زي ما انت شايفين. وهقول لكم على حاجة مهمة كمان، ما تحاوليش تقلبي كتير في دقيق البسبوسة علشان البسبوسة تطلع معاكي مرملة. يعني يدوب بشرب دقيق البسبوسة بالخليط اللي معايا بالشكل ده. ما تعجنيش فيها كتير علشان ما تنشفش منك. بالمعلقة كده او بايدك قلبيها تقليب خفيف خالص. وبعد ما المكونات امتزجت مع بعضها بجيب صينية مقاس 28 وهدهنها دهنة من السمنة. وهنزل فيها بالخليط بالشكل ده وهسويها كويس في الصينية. وبعد كده هبدأ ان انا بططها بايدي علشان اسويها كويس في الصينية، علشان تبقى كلها متساوية. اهو ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا. اهو ظبطتها كده بايدي بالشكل ده زي ما انتم شايفين عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. سويتها خالص وبقت معايا زي الفل. وعندي بقى هنا شوية مكسرات، هحط بقى شوية المكسرات عليها بالشكل ده يديها شكل جمالي وفي نفس الوقت بدها طعم جميل جدا. ونيجي بقى لتسوية البسبوسة. ما ينفعش احط البسبوسة في الفرن والفرن بتاعنا بارد. لازم اكون مشغلاه وانا بشتغل في البسبوسة. من اول ما هبدأ فيها بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 190 درجة. وهسيب الفرن بتاعي يسخن مدة ما تقلش عن 10 دقايق. وده يعتبر اهم سر من اسرار البسبوسة، لانها لازم تدخل على فرن سخن. والموضوع ده مهم جدا جدا، يعني لازم الفرن يكون سخن جدا قبل ما بدخل فيه صينية البسبوسة بتاعتي.
لأن البسبوسة بتستوي على درجة حرارة من 190 ل 200 درجة. هحطها على الرف التاني، هتاخد معايا في الفرن حوالي نص ساعة. وكل شوية هبص عليها وادور الصينية بتاعتي علشان تتحمر من كل الجوانب. وأول ما الجوانب بتاعت الصينية تتحمر بالشكل ده بطفي عليها النار من تحت وبشغل الشواية من فوق عشان تتحمر. وتعالوا بقى عما البسبوسة بتاعتنا تستوي كده، تعالوا نعمل مع بعض شربات البسبوسة. وفي حلة صغيرة عندي كده هنزل فيها بكوباية ونص من السكر، وهضيف عليهم كوبايتين من المية. الكوباية اللي أنا عايرت بيها مقادير البسبوسة هي اللي أنا عايرت بيها مقادير الشربات. وبعد كده هرفع الشربات بتاعي على النار، ومش هقلب السكر خالص علشان ما يسكرش مني. وطبعا كلنا عارفين ان شربات البسبوسة بيبقى خفيف مش تقيل. حطينا كوباية ونص من السكر وعليهم كوبايتين من المية، واول ما الشربات يبتدي ان هو يغلي هستنى دقيقة واحدة بس، وبعد كده هطفي عليه النار. وبعد كده هنزل عليه بعصير نص ليمونة، وكمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهديله تقليبة. وهنقول تاني شربات البسبوسة خفيف مش تقيل. بجد ما شاء الله ايه الجمال ده كله. طبعا البسبوسة بتاعتنا لما اتحمرت من الجوانب طفيت عليها النار وشغلت لها الشواية من فوق، واول ما اخدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده بخرجها من الفرن وهسقيها الشربات اللي احنا عملناه. وبعد كده هغطيها بصينية ما بتاخدش دقيقة وبتشرب الشربات. وزي ما انتوا شايفين كده اول ما البسبوسة تشرب الشربات تعرفوا ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة 100%. يعني لازم شربات البسبوسة يكون خفيف جدا وسخن كمان، يعني الاتنين لازم يكونوا سخنين، الشربات والبسبوسة. تحفة جدا جدا ولونها جميل قوي والطعم بجد كان حكاية. البسبوسة بتاعتنا شربت الشربات وده دليل على نجاح البسبوسة. ولو البسبوسة ما شربتش الشربات بالشكل ده يبقى فيه حاجة غلط بقى في البسبوسة. بجد كانت جميلة جدا، أحلى من الجاهزة كمان. وشايفين كمان ما شاء الله السمك بتاع قطعة البسبوسة قد ايه. البسبوسة بتاعتنا مرملة وطعمها وريحتها حاجة بجد معدية. شوفوا بقى الطريقة والمقادير قد ايه سهلة وبسيطة. يلا بقى قومي اعمليها على طول، مش هتاخد منك اي وقت خالص. هستنى التعليقات الجميلة بتاعتكم اللي دايما بتسعدني. ويلا بقى بينا ندوق الجمال ده كله. خطيرة جدا، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. البسبوسة من الحاجات الجميلة جدا اللي الناس كتير بتخاف تعملها، بس بعد النهاردة هتظبط معاكي 100 100. يلا بقى جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وهتوحشوني لغاية لما اشوفكم الفيديو الجاي. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.